الأخبار الموجزة اليوم الأحد. دعا مساعد الاقتصادي لرئاسة الوزراء سماحة الملا عبد الغني برادر دول وسط وجنوب آسيا في افتتاح معرض الإمام أبو حنيفة الدولي إلى أن أفغانستان طريق آمن لعبور البضائع والتجارة فيها، وأضاف أنه إلى جانب المرافق الأخرى بدأت أيضا أعمال إعادة البناء الرئيسية للطرق السريعة. قال وزير الصناعة والتجارة نور الدين عزيزي: ممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين آمنة في أفغانستان ولا يمكن لأحد أن يضرها. قال مدير العام لإدارة الشؤون العامة في الجلسة الافتتاحية للمعرض الدولي للإمام أبو حنيفة رحمه الله: يلزم على الأمة الإسلامية ألا تبقى غافلة وتحمى قيمها. زار النائب لمدير الإدارة الأولى للسياسة بوزارة الخارجية إندونيسيا مع الوفد المرافق له، وبحث عددا من القضايا السياسية والاقتصادية مع سفراء سريلانكا وبنغلاديش وسنغافورة. حسب تصريحات بلدية كابول، يجري أعمال صب الخرسانة للطرق الفرعية في القرية 37 بالمنطقة الخامسة. سافر رئيس إدارة السكك الحديدية الأفغانية مع الوفد المرافق له بدعوة رسمية من وزارة السكك الحديدية الباكستانية. ستعقد اجتماعات ثلاثية بين دول أفغانستان وباكستان وأوزبكستان في الرحلة المذكورة بشأن بدء الدراسات الفنية لمشروع السكك الحديدية أفغان ترانس.